الحقيقة وراء بريف هارت. انا لسه قلت باشا، انا النهارده معايا ملحمه البطل فيها يا باشا بيحرر بلد لوحده. بريف هارت، القلب الشجاع. معلش يا باشا النهارده انت هتضطر تقوم معايا علشان انا مظبط لك اللوكيشن علشان تعيش جو الفيلم. قامت قيامتك يا وديع. تأمرني يا باشا. برنس الانتاج السينمائي في مصر، اتفضل. عايزك تقعد تروق تتفرج على المشاهد الحلوه. يا وديع اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. العيال دي بتشجع نادي ايه يا وديع؟ يلا اشتغلوا يا رجاله يا رجاله، احنا ممكن نفرط في اي حاجه اي حاجه، لكن مش ممكن نفرط في الحريه. ايه يا رجاله، هتفرطوا فيها بالظبط؟ وديع، الرجاله دي مش لابسه بنطلوناتها ليه يا وديع؟ هو الفيلم ده ما فيهوش نسوان يا وديع ولا ايه؟ لا يا باشا ازاي، ده احنا عنينا ليك. فين؟ اقدم لك الوجه الجديد، حنان، اوبا، اللي هتمثل دور مرات البطل. ده انا هشهرك، هزود لك 20 مشهد زياده في الفيلم. بس دي هتتقتل في اول مشهد يا باشا. هتموتوا الصاروخ ليه؟ ده يبقى فيلم زباله. في السنة اللي قتلنا فيها بريف هارت انتجنا قبضة الهلال، افلام عربي الاجنبي. يا انت وهو يا عم هنحافظ عليها دي زي بنتنا، اصل عزة اصيله وبنت ناس وحنينه، زي ما عزة غالية عندك غالية عندنا. عزة ركبوها بشوات، الله الله بعزة، والملك حمص بالذات كان كل يوم ينام يوم يركبها واتقلبت بيومات. عليك حمص وحياة عزة ما تزعلش وخلاص بقى ما تعيطش، ما هو اصل العيب مش منها، ما هو بيحود معرفش. عزة دي يا مسافة أمرة يا مجالها ملوك من برا، لا في يوم حد اشتكى منها ولا حد عمل لها عمرة. اللي يركب عزة يركب من اليمين مش بالشمال. اصلها بتحدف شوية ولسه دايسة 5 عيال. عزة ممكن تبقى تسبة بس لو شلتوا البابين. لا وممكن تبقى كارو بس محتاجة حمارين. على فكرة أحمد غانم، كنت لسه هقول أحمد غانم مستواه اتقدم راح قالش. ابوك هيسيب البيت يا معلم سلطان. البيت ده هيتطربق فوق دماغ اهالينا يا معلم. واقعة الطرد بتاعتك يمكن انت ما اعترضتش على حاجه، انا ما اعترضتش، هو ممكن يكون طرد، انا مش هتكلم. بس يا كلب تكلم، كلم يا ابن الشعب، كلم يا ابن الشعب. ربنا عالم اللي في ضميري شيئا ابدا. تكلم انت اليوم يا ولدي محسود محسود محسود. عايز اسال بس حاجه، كابتن حسام يسال الكابتن محمد فاروق، كابتن حسام بدري قال له بين الشوطين.
قال له ايه في انت سمعت؟ قال له دي دقني لو حكمت تاني. شكرا، روح لهم.